لان دي تمت عشان الاتحاد يتطهر والوسط الرياضي. الاتحاد ايه؟ الاتحاد ايه؟ الاتحاد ايه؟ نعم. الاتحاد ايه يتطهر؟ يتطهر ويتشال خالص. مين ده؟ الاتحاد معلش هيتشال طول ما احنا وراه هيتشال برضه. اتحاد الكرة المصري؟ الاتحاد المصري ان شاء الله هيتشال. ده احنا بندور على نوع الغيره مش لاقيينه. لا والله يعني هو هيبقى اكتر من ايه، هيطلع ان شاء الله، هيطلع طيب. قريبا جدا يعني. لا دي حاجه مش هتسند اسامه في حاجه في الكلام. الحاجه الثانيه في حد كويس قوي يعني يدرب منتخب مصر، وللاسف الناس كلها مش عارف ناسيه عن عمد ولا هو منسي. مين؟ هو رجل المرحله طه بصري. طه بصري. ويجي له ده مدرب هايل، وهو عشان شخصيته مهذبه هتقوله مدير كره شخصيه قويه. زي مين؟ والله يا احمد شوبير. لا انا اعوذ بالله، انا اعتزلت الشغلانه دي من زمان. عشان مصر يعني. انت رشح له حد يا كابتن مدير كره. والله انا شايف اسم نادر السيد كويس على فكره. خلاص شايف نادر السيد ترشيح كويس الحقيقه يعني. واخد بالك. طب اسامه برضه، اسامه الاهلاويه ماسكينه هارينه في التليفونات، الحقوا يا استاذ طلعت. لا 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 لا، ده اسامه اللهم صل على سيدنا محمد مرتب وجاي منظم جدا وجايب ادواته صح. واخد بال حضرتك. واحنا والله ما الاهلي حبيبنا ما فيش طبعا مشكله. مش عايز كلام يعني احنا مش عايزين نغلط في بعض. الاهلي والزمالك ولاد عم والاثنين من غيرهم ما فيش كوره في مصر. اكيد اشكرك استاذ طلعت يا جميل، شكرا جزيلا. احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اكيد 4-1 وان شاء الله هتنحق واخد بالك يا استاذ اسامه؟ خلاص قال لك 4-1 الرابع. اتفضل يا ابو حميد. بص يا استاذ اسامه، لو جينا كده وشفنا مباراه بين الاهلي والزمالك في كره السله وشفنا مباراه الاهلي والزمالك في كره القدم، هات النسبه والتناسب كده في الجماهير، مين الجماهير هتشوف هنا كم في المية وهنا كم في المية؟ عشان بتقول لي بس نادي القرن سنه 1900. لا هو يا الاهلي والزمالك الراجل انسحب فيها نادي الزمالك بالهدف الثاني اللي جابه حسام حسن. هذا لو المخرج بس جاهز مع اللقطه دي، الهدف بتاع حسام حسن ده كان اوفسايد ولا كان هدف صحيح؟ كان هدف على فكره، مش حسام حسن، فيليكس، وكانت صحيح. بس الظروف بتاعه الماتش الزمالك كان رافض قادر عبد العظيم، اتحاد الكوره جابه، والاهلي رفض جمال صدقي. انا كنت بلعب انا ماشي انت بس فيليكس وكان جول. قصه كوميديه على الماتش. اعترضتوا على قادر عبد العظيم، ماشي مفيش مشكله، ولعبت المباراه والهدف صحيح. طب انسحبتوا ليه؟ الهدف صحيح، انسحبتوا ليه؟ استنى يا احمد، خلي اسامه يرد عليك. اساله سؤال بس. اتفضل. الاهلي لما كان اول سنه تاني مرحله المانوال جوزيه، الاهلي كان بيلعب في البطوله العربيه، خسر من الاسماعيلي 4-0 وكان تاهل وهيبقى هو الزمالك في نفس المجموعه. الزمالك كان عالي جدا واخد دوري، الاهلي انسحب ليه؟ قول لي الاهلي انسحب ليه ما لعبش في البطوله؟ هقول لك انسحب ليه؟ انسحب لان كان في حسن مصطفى، كان في محمد ابو تريكه، كان في محمد شوقي، 3 صفقات كانوا جاهزين مع الاهلي ومسجلين في الدوري العام، ولما الاتحاد العربي لم يوافق على طب هقول له بس هرد عليه. دلوقتي الاهلي ما بدا ولعب البطوله دي كان في لائحه وافق عليها، هل يجب تغيير اللائحه عشان الاهلي يكمل؟ ما كانش ماشي يا سيدي. مش دي لائحه بطوله انت وافقت عليها ولعبت؟ ليه؟ ايه اللي خلاك عايز تغير اللائحه؟ لا كان في بس مشكله بين عثمان السعد والنادي. لا انت كنت عايز تعيد لعيبه في وقت غير قانوني. الاتحاد العربي اياميها انت كنت عايز تعيد لعيبه في وقت غير قانوني، الاهلي انسحب ده لان كان فرق كبير. ما اتكلمتش على ده ليه؟ يا احمد الو، خط قطع. ادخل بس في النقطه دي اللي لو اتكلمنا فيها عشان نوضحها. طبعا ساعتها كانت المشكله اللي حصلت ان النادي الاهلي اعترض ان اللائحه اتغيرت في مكان اقامه النهائي او طريقه اقامه النهائي حسب ما افتكر. لا لان هو كان عايز خليني اقول لك ان اللائحه ما اتغيرتش. كان في لائحه معينه في اللعيبه اللي قال عليهم احمد. ساعتها احنا جبنا 3 لعيبه، حسن مصطفى وابو تريكه واحمد رضوان. ساعتها احنا ايدنا احمد رضوان، ما ايدناش ابو تريكه وحسن مصطفى. كنا عايزين نأيد الاثنين ابو تريكه واترفض. وبعدين لان اللائحه ما كانتش تسمح بده. جينا في النهائي كان المفروض اللائحه تقام بطريقه معينه واتغيرت اللائحه فيها. لائحه النهائي اتغيرت في الاخر يا محمد. خليني بس اقول لك ان ايه ليه اللي هو اتلعب في لبنان ده اتغير في النهائي ما كانش. انا بس كل ده هنرجع نلف وندور على ديبيتس او على. لا انا برد على سؤاله. انا فاهم، انا اقصد مش بتكلم عليك انت، بتكلم بشكل عام على الناس كلها. هنفضل نقف عند كل نقطه. طب فاكر لما حصل كده زي ما كنا احنا كده بالتسلسل احنا ماشيين، لو قعدنا لغايه بكره هنرجع لنقطه الجول بتاع كابتن حسن شحاته اللي اتلغى. لا في قبله يعني بقول لك هنفضل شغالين في قبله علي خليل. فهو مش ده اللي احنا هنقف عنده. احنا في بلاوي كتير موجوده في مصر، وفي اسباب كتيره للاحتقان الموجود بين الناس. مش ان انا ارجع اقول الكره والجول كذا والجول في كل وقت. اتحاد الكوره موجود الحالي ده مش اتحاد كوره يا كابتن، ده اتحاد سيء جدا في كل حاجه. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. مشكله جده، برغم ان الزمالك اخطا في مشكله جده واحنا معترفين، والزمالك عنده اخطاء كتير. نعم. هل جده ما يتعاقبش خالص؟ ما اخطاش. وقع ل3 انديه ده ما يتعاقبش؟ للاسف لا. للاسف معانا محمود الاول مش كده؟
محمود وقع. طب خلينا اقول اخبار سريعه قبل ما ارجع التليفونات، بس عايزينها الدنيا تمشي كده لحسن يقولوا ان انا الدنيا كلها جايه يا محمد. اهلاوي. لجنه الحكام بتدرس ايقاف الحكام الراسبين. انا بحب التصريحات دي قوي، بس ممكن اقوله باللغه العربيه. اصل حضرتك لسه قايل الكلام ده في اول حلقه. لا اتناقشت قلت ازاي دول هيحكموا، فهم قرروا. طب اقرا لك بس بطريقتي الله يخليك. أكد صلاح البري عضو لجنة الحكام الرئيسية أن لجنة الحكام قامت بدورها في تجهيز ودعم رباعي الحكام الراسب للاستعداد بشكل جيد للاختبارات من خلال توفير مدرب أحمال متخصص عن طريق اتحاد الكرة، وتم عمل معسكر فماذا نفعل بعد ذلك. لحد كده حلو. أضاف البري، أول ما تسمع بقى بقية الكلام ده أضاف بتخوف دايما. لا بس بقى لا لسه في كذا حاجة كده إيه تعرف إنه مفيش حاجة هتحصل. بس أضاف البري أن لجنة الحكام لن تقف مكتوفة الأيدي. اول ما تسمع فيه شويه حاجات ايه على جثتي مكتوفه الايدي، عقوبات صارمه، تعرف كلاسيكيات الرياضه المصريه، كلاسيكيات الرياضه المصريه. لن تقف مكتوفه الايدي امام هذا التخاذل واهانه سمعه الراسبين واهانه سمعه مصر على المستوى الافريقي والدولي، مشيرا الى ايقاف الراسبين وابعادهم عن اداره مباراه الدوري خلال الفتره المقبله. كابتن صلاح ارجوك دلوقتي حالا زي ما عملتوا اجتماع عشان ياسر محمود وتعلنوا ايقافه و دلوقتي حالا تطلعوا بيان من لجنه الحكام انه الاربعه دول موقوفين لنهايه السنه، لكن مكتوفه الايدي، عقوبات صارمه، لن نتخاذل، لن نتهاون. انه دي تصريحات سنه 50 بالظبط، بدءا من 52 حتى اللحظه دي. انه وقد كان وفي يوم وفيلم ابن حميد هو اجمل فيلم يجسد حال السينما، حال الكره المصريه. مش هتنزل، وبعدين هتنزل المره دي، فكل مره بتنزل، فمش عايزينها تنزل يا كابتن صلاح. على الموقع الرسمي اتحاد الكوره لجنه الحكام ده بقى الايقاف. الناس كلها تقول لك 100 شوف انا ما عندي اسامه اهو، مفيش اسمها اوقف ياسر محمود لاخر السنه، مفيش مشكله. لكن التحقيق وتهزوا وتلكوا وتجروا عشان تروحوا هنا وتزعلوا ان انا قطعته، انا لما كنت قطعت الخبر ده بس مش هقطعه عشان ورقه نص بس، لو كانت كبيره كنت دلوقتي على طول. دول بقى اللي بالفعل في اهانه لسمعه مصر، لان دول سقطوا في كل اختبارات الكوبر. لو انا بتكلم غلط قول لي يا محمد. لا هي المساله مش في كده يا كابتن شوبير. هو الحكام بيتعمل لهم الاختبارات دي كل قد ايه؟ لا الاختبارات دي المفروض تتعمل وانت قاعد يقول لك تعالى اعمل اختبار. حلو، ده الطبيعي. معنى ان انا اسقط فيها دلوقتي انا ازاي مؤهل ان انا ادير مباراه؟ بالظبط كده. انا مش بتكلم بس على الثلاث او كابتن كمان هم دول، انا بتكلم على الاسامي دول بالاسم بيسقطوا في كل بشكل عام. لو جبت اي حكم مصري مش هينجح فيه. صحيح. الناس دي سقطت اكتر من مره. نعم. ويطلبوا ان الناس تساندهم. هتساندهم ازاي؟ هم مش مهتمين بنفسهم. مش مهتمين. طب ناخد ابو امين. مساء الخير ابو امين. السلام عليكم. عليكم السلام. بس استاذنك وطي التلفزيون بس. ماشي يا كابتن. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو كباتن؟ يا اهلا وسهلا. كل عام وانت ابو كباتن. وانت بالصحه والسلامه. والنبي الكابتن اللي جنبك، كابتن اسامه اللي جنبك، بيقول لك ان الاهلي والزمالك ده كله جاي عليك. لو سمحت. اتفضل. الزمالك يتغلب 2-1 خدوا مكافاه اجازه ايام المرتضى منصور. مظبوط ولا يا كابتن؟ اتفضل. انا سمعت. المباريات خد مكافاه اجاده لما خسروا مره 2-1. نعم اتفضل. كابتن اتفضل يا ابو امين. الاهلي اتقابل الاهلي كلها بحكام اجانب. يتغلبوا ال 20 مره ورا بعض بحكام اجانب. ولا انا جبت الكلام ده من عندنا يا كابتن؟ ماشي. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ الحكام اللي حكمت اجانب للزمالك والاهلي الاهلي فاز فيها. طب استنى خلي اسامه يرد عليك. اتفضل يا اسامه. رد عليا. موسم فينجادا 2003 2004 اخر الموسم الزمالك خد فيه الدوري. هرد عليك بس استنى يا ابو امين بس اسمع. يا كابتن انت عايز تقطع في الاهلي؟ مش هقطع، انا هقول لك هرد على سؤالك. ابو امين الزمالك لعب الاهلي. ابو امين اسمع ورد. الزمالك لعب الاهلي في الدور الاول وفاز 1-0 بجون جمال حمزه. الزمالك جماهير يا اخي اسمع وبعدين رد. هخليك ترد والله. هترد يا ابو امين يا عم. اسمع الزمالك هيجي له يوم يا كابتن يبقى عامل زي السكه الحديد برضه. لا شكرا. لا للمره الالف، للمره المليون، فضلكم. الاهلي له احترامه والزمالك له احترامه والمصري والاتحاد والاسماعيلي وكل الانديه. فالسكه الحديد ده اول نادي مصري ونادي هو تاسس قبل الاهلي والزمالك وكل الناس. هو نادي تبع هيئه سقط، لكنه كمان يعني انا مش قصدي انه في اهانه للسكه، لكنه خلينا يا جماعه نحترم الضيوف ونحترم الاسماء ونحترم الانديه. ده شيء مهم جدا من فضل حضراتكم يا جماعه، لانه هضطر في النهايه ان انا الغي المشاركات.
وانتم بتسعدوا بالمشاركات التليفونيه. فخلينا كلنا، وعايز اقول لكم انه الاخ اللي تطاول وقال على الحكم ياسر محمود اتصل وحاول يخش في مكالمه اعتذار، قلت لا مش خلاص هو انتهى، بس عشان انا عرفته انه رقمه موجود وانه الارقام بتبقى موجوده متسجله عندنا. فانا برجو بس انه خلينا يا جماعه نختلف، بالعكس الحلقه دمها خفيف جدا ولذيذه جدا، واسامه روحه جميله، محمد روحه جميله، والدنيا حلوه وزي الفل، لكنه خلينا الامور تمشي بشكل جيد. معانا الاستاذ محروس. استاذ محروس يا كابتن، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ وبرحب بيكم بالساده المشاهدين. وانا مصمم برضو يا كابتن ان اللعبه مجموعه عناصر. نعم. ولاعيبه وجهاز فني وجهاز اداري وجمهور. زي الحكم ما ممكن يغلط ده خطا بشري، الجهاز الفني ممكن يغلط وده غلط خطا بشري. يعني لو في خطا ما اعتقدش ان احنا نعمل كل البرامج التلفزيونيه دي ونتكلم في خطا جديد. نعم. خطا جديد، خطا حسام حسن، خطا حكم، خطا جمهور، كلها اخطاء لعبه لازم نتقبلها. مش هينفع يا كابتن ان احنا لازم ننصر المشنقه لحد من الاثنين، يا اما الجمهور يا اما الحكام. لا يعني انا مش عارف في عرف مين، واحنا بنشوف ماتشات العالم في كل دوريات العالم ما شفتش عمري نادي انسحب من البطوله او انسحب من البطوله او عمل مشكله عشان حكم. محروس انا بعتذر لك، الصوت سيء جدا، فيا ريت يا اما تعود الاتصال بيه يا اما نعود الاتصال بيه لانه مهم جدا. خلينا ناخد بريك. معانا النهارده بنعمل التواصل الاجتماعي، احنا بنحاول بقدر الامكان كل يوم نطور من نفسنا. انا قلت الحلقه النهارده هخلصها بسرعه واثنين ضيوف لسه جداد يعني علينا، فكلمتين وكلمتين، لكن واضح ان الحلقه جميله ودمها خفيف الحقيقه. وارجو من كل الساده المشاهدين من فضل حضراتكم يعني خلينا جدا جدا نحترم الضيوف ونحترم الانديه ونحترم الرموز، لان ده شيء مهم جدا. النهارده يعني خدمه جديده بنحاول بقدر الامكان التواصل الاجتماعي صملوه، احنا بنقع فيه او بنغلط فيه. بالموقف المجلس قومي الرياضه بعت موافقه رسميه اتحاد الكوره صرف جزء من المستحقات المتاخره للمنتخب الاولمبي. هسالك انت يعني هما الاولمبي كسبوا بوتسوانا وكسبوا وتعادلوا مع السودان وعندهم الماتش اللي جاي. فاكر ايام المنتخب الاول كان يكسب بالليل قبل ما نروح يومين. لا يومين ايه والله يا كابتن انا كنت يومين ايه ساعتين يومين في ظرف مفيش ماتش من سنه 2008. طب خلينا نخليها والله ساعتين، انا مش بهزر والله انا بكلمك وانا مسؤول في اتحاد الكوره وانا مسؤول في الاتحاد. كان الماتش يخلص لو الساعه 10 بالليل كل الاتحاد خليه نحل عشان بكره الصبح تكون مكافآت موجوده. اذا اتاخرنا يومين ما أنا ده بالعكس ده كويس، بس زي ما بتشتغل ليه هنا وليه هنا انا بس جهزوا الفاصل. اتفضل. ليه هنا وليه هنا؟ ليه المنتخب الاول يبقى فيه كده والمنتخب الاولمبي فيه كده؟ نعم. ما هي دي برضو من المسائل اللي اعتقد اسامه كان بيتكلم لما بيقول ان المنظومه لما عايز احكم على نجاح حد او فشله ما احكمش عليه من قيادته المنتخب الاول. اصل خلينا نتفق، نعم. المنتخب الاول هو اللي في الواجهه. نعم. يعني انا اشوف المنتخب الاول بيكسب، هو اوضه الصالون زي ما انا بسميه كده، ريسبشن. الريسبشن بتاعك كسب الدنيا زي الفل. طب انت تحت الامور عندك عامله ايه؟ مأساة. اسالك سؤال قبل ما نروح لفاصل، هل توافق ان حسام حسن يدرب منتخب مصر كزملكاوي؟ انا اتمنى ان الكابتن حسام يدرب منتخب مصر، بس انا شايف ان المرحله دي عايزه مدرب اجنبي مش عايزه مدرب لا يعني لو المنتخب خد حسام دلوقتي هل جماهير الزمالك هتقول انها مؤامره من الاتحاد بعد نهايه الموسم ولا دلوقتي؟ طبعا ما حدش هيوافق ولا كابتن حسام هيوافق. كابتن حسام مرتبط جدا بجمهور الزمالك، ممكن حتى لو طموح المنتخب استحاله يوافق دلوقتي، خصوصا ان عارف ان جماهير الزمالك بتساند مشروع العميد عايزاه يكمل. ثروت الشبراوي لاعب سماد طلخه اخو محمد الشبراوي، فاكرينه اللاعب اللي كان توفي في حادث، ايضا تعرض لازمه. خلينا نتابع هذه الحاله الانسانيه وبعدين ارجع لحضراتكم وهفتح التليفونات تاني.